كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وربنا يعود علينا الأيام بخير جميعا يا رب. طبعا رمضان يعني حلويات يعني قطايف. يلا بينا بقى نعمل قطايف من الألف إلى الياء. يلا بينا بقى نشوف الطريقة. قول بسم الله. عندي هنا كوبايتين من الدقيق. تمام. هنحط عليهم معلقة من السكر، معلقة من اللبن البودرة لو مش متوفرة مش مشكلة، ونص معلقة من الخميرة، ونص معلقة من البيكنج باودر، ورشة من الملح. وهننزل عليهم بكوباية وتلات ارباع كوباية تانية مية دافية، وهنقلبهم مع بعض. أنا هنا العجينة بتاعتي الدقيق شرب بالمية، فاحتجت ان انا ازود شوية كمان. احنا هنخلي القوام بتاعه زي بتاعت بره بالظبط، زي ما بنشوفها كده بتاع الحلواني لما بيجي يعملها، وهنسيبها تخمر. وده القوام بتاعها المظبوط. وفي طاسة على النار تكون بقى متسخنة بكبشة او بأي حاجة عندكم، وننزل بيها بقى كده هو زي ما انتوا شايفين. الحجم اللي انتوا عايزينه، عايزينها كبيرة ممكن تكبروها اكبر من كده، او لو عايزينها عصافير صغيرة ممكن انتوا بتتحكموا فيها. وطالما بقى عملت فقاقيع كده اعرفوا ان العجينة بتبقى ناجحة. بشيلها بقى على فوطة او بنحطها في كيس عشان ما تنشفش معانا. وهكمل بقى بقية الكمية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا مش بسيبها تستوي لحد الاخر علشان ما تنشفش معايا. بصوا بقى ما شاء الله الكوبايتين دقيق عملوا لنا كمية قد ايه. يعني طبعا اوفر واحسن بكتير من بره، وحاجة انت عاملاها بايدك ونضيفة. هنا بقى انا جبت مكسرات وشوية جوز هند وزبيب، ممكن بقى براحتكم تحشوها سوداني، الحاجة اللي انتوا حابينها والحاجة اللي انتوا عايزينها. وهقفلها بقى كويس. طبعا لازم بنقفلها اول ما بتطلع كده، اول ما بنسويها علشان ما تنشفش معانا. يعني ما بنسيبهاش كده في الهوا علشان ما تنشفش معانا. وده بقى عملته علشان احشيه شوكولاتة او اي حاجة بتحبوها. وهنبدأ بقى نحمرهم بقى في الزيت على نار سخنة. وانزل بقى بالاول باللي انا عملتها علشان احشيها شوكولاتة. ممكن تحشوها زبدة فول سوداني، ممكن تحشوها كريمة أو كاستر. وده السيرب اللي هحط فيه القطايف بتاعتنا اللي هي حشيها مكسرات. تمام كده. طبعا السيرب بتاعها بيكون تقيل وساقع. دول كوبايتين سكر عليهم كوباية من المية وعصرة ليمونة، ونسيبهم ربع ساعة على النار. بصوا بقى ما شاء الله الكمية بعد ما خلصت. حشيت بقى جزء شوكولاتة، والجزء التاني اللي هو بقى المحشية مكسرات. عايزة اقول لكم ما شاء الله كانت جميلة وطعمها تحفة. اتمنى ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم، وكل سنة وانتم طيبين ويعود علينا الايام بخير يا رب وبألف هنا.